السلام عليكم يا اختي، انت وهي عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني والله. جايه لكم النهارده في مشكله، وكل اللي بيحبني ينزل دلوقتي حالا يجي عند البيت تحت اهو، عشان انا متخانقه مع بنت اجنبيه وزمانها جايه ورايا. كله بقى اللي بيحبني يجي هو يستنى تحت البيت عشان نقف البت الاجنبيه دي ونعرفها ان احنا المصريين محدش يقدر علينا. وانا ماسكه لها يد الهون، واللي عندها مقشه تيجي، واللي عندها كبشه تيجي، واللي عندها طاسه زي اللي انا كسرتها على دماغ الراجل تيجي تجيبها وتيجي يعني كده. عايزين نبقى مصريين كده في ظهر بعضينا. هحكي لكم القصه من الاول وشوفوا مين اللي غلطان، وانا راضيه باللي انتوا هتحكموا بيه. انا يا ولاد كنت ايه، يا ستات البيت يا شاطرين يعني، كنت انا في السوق بسال على الفراخ. طبعا ايه، كل الناس عملتوا لك الفراخ ب70 وب80. طبعا احنا بقالنا 3 شهور ما شفناش الفراخ دي، ولا سالنا عليها ولا جبناها ولا كلناها. قلت اما اروح اسال على الفراخ دي بكام، اشوف الناس دي كدابه ولا لا. رحت يا اخواتي عند بتاع الفراخ، عمال اتفرج على الناس، اشوف الناس بتسال على ايه ومين اللي هياخد ومين يعني بشوف كده في ناس بتشتري ولا لا، يعني في الغلو ده وكده. المهم رحت لقيت بنت اجنبيه كده واقفه بشعرها كده، شعرها السايح دوت الاصفر كده، ولابسه لي يا اختي بتاع كده هوت. مش هو بتاع كده، ما اعرفش هو اسمه ايه يعني، ما هو بتاع اجانب كده يعني. المهم يا اختي رحت وقفت جنبها لقيتها، شفت الرجول، الرجول كوارع الفراخ، عارفين كوارع الفراخ؟ لقيتهم قال ايه، مغلفينها وحاطينها في اطباق. عشنا وشفنا رجول الفراخ بتتحط في اطباق، بيعملوها معاملة الدبابيس والوراك، حاطينها 1000 اطباق. المهم يا اختي انت وهي صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا بس القصة للاخر كده وركزوا بس معايا كده اهو. المهم يا اختي ايه، بس يا ولا، بس يا ولا خلينا نحكي القصة يا ولا. ده الولا عمر مش عاجبه الكلام، كان عايز يضرب البت الاجنبيه ويجيبها من شعرها. المهم رحت يا اختي ايه، انا ماسكه لها هي بتاع هي ما انا معرفش اسمه ايه، اللي هو بنعمل بيه الانبوبه، مفتاح الانبوبه، ماسكه لها عشان هي جت بس تحت البيت. احضروا بس معايا وخليكم مركزين كده. المهم ايه، لقيت لك يا اختي الوليه واقفه، عملت تبص لي من تحت لفوق كده، عشان كل ده عشان بسال الراجل بتاع الفراخ، بقول له هو الرجول دي بكام يا عم؟ لقيتها بتبص لي من فوق لتحت كده، مع انها هي ماسكه طبق زي برضو رجول برضو والكلام ده، يعني انا مش فاهمه. طب وكمان بتصور طبق الرجول، طب هي بتصبره عشان بتصوره عشان تنزله ترنج على الفيسبوك ولا ايه؟ مش عارفه، هيبقى ترنج على الفيسبوك، مش عارفه. فهي بتبص لي كده من تحت لتحت، رحت انا برضو بص لها نفس البصه كده، ورحت عامله لها كده اهو، في حاجه يا اختي؟ قوم تقول لي دونكي دونكي. فانا بقول يعني ايه دونكي؟ هي قصدها ان انا جبنه دومتي يعني حته جبنه دومتي وكده اهوت. فهي الوليه بتبص لي وبتدلعني ومبسوطه بيا وبتبص. طب هي بتبص لي من تحت لتحت كده ليه وانا عماله ابص لها؟ فبقول لها انا دمتي بخير يا اختي، والنبي دمتي بخير. وهي عماله تقول لي دونكي دونكي، بس هي يا عيني عشان هي اجنبيه فمش عارفه اللغه المصريه، فبتقول لي دونكي دونكي، لكن انا عارفه ان هي قصدها انت حته جبنه دومتي، فدمتي بخير يا اختي والنبي. فقلت لها كده. المهم عملت تبص لي من تحت لتحت، رحت انا بقى اتضايقت بقى، ما انت خلاص بصيتي لي مره وقلت لي يا دمتي، وخلاص فهمنا ان انا حته جبنه دمتي. طب خلاص بقى انت تفضلي بصه كتير يعني ولا ايه؟ انت عايزه حته؟ طيب ما انا مش عارفه يا اختي يعني ولا ايه، ما تفهموني يعني كده. المهم يا اختي انت وهي فضلت بصالي وابص لها، وفي الاخر عملت اصور الفيه، وانا بقول للراجل هو طبق الرجول ده بكام، وبعمله كده للراجل يعني، هو طبق الرجول ده بكام يا عم؟ وهي ماسكه التليفون وعمال تصورني جنب طبق الرجول. طب ايه يعني؟ انا مش فاهمه، هي هتنزلني ترنج على الفيسبوك يعني ولا ايه؟ هبقى ترنج على الفيسبوك عشان خاطر ماسكه طبق رجول؟ طب ما كل الناس ماسكه يا اختي طبق رجول، كل الناس دلوقتي الشعب المصري كله بياكل رجول، ده مفيده وصحيه وفيها فيتامين وفيها وفيها حديد وفيها كالسيوم وفيها كل حاجه حلوه. ده رجول يا حبيبتي، رجول الفراخ ده الكيلو منها دلوقتي ب 15 جنيه. المهم لقيت الكيلو 15 جنيه، بجد والله ربكم والحق استخسرت فيها ال 15 جنيه، ادفع 15 جنيه في طبق رجول مش بيحصل حتى الكيلو ليه ان شاء الله، ولسه كمان هنضفها في البيت ال 15 جنيه. الله يرحم ما كنا بنجيب طبق الجناح ب 15 جنيه وب 12 جنيه، وكنا بنفصل كمان فيه لما بيبقى ب 12 جنيه بناخده ب 10 جنيه. الله يرحم، اروح اجيب طبق رجول؟ استخسرت بصراحه. رحت سبت ايه، سبت طبق الرجول ده. المهم رحت مشيت، رحت جبت بطاطس، انا كان معايا هي 100 جنيه، 100 جنيه يعني. رحت سبت طبق الرجول ورحت واخده ال 100 جنيه، رحت مشيت بيها. قعدت بقى ايه بصراحة، لقيت بقى البطاطس ب5 جنيه جبت 4 كيلو، لقيت الخيار ب5 جنيه جبت 2 كيلو، لقيت الطماطم ب5 جنيه جبت 3 كيلو.
المهم رحت مبضعه، جبت بطاطس وبتنجان وخيار وطماطم وبصل وجبت ايه بقى، جبت نص كيلو كفته، مش كفته اللي هي باللحمه المفرومه، طبعا اللحمه المفرومه غاليه وانا طبعا موفره، انا ست بيت شاطره لازم اكون موفره ومدبره. اجيب يا اختي اللي هي نص كيلو لحمه مفرومه ب 110 جنيه؟ لا طبعا، جبت نص كيلو اللي هو ب 25 جنيه. شفت ستارتي؟ بوفر، بعرف اوفر، ست بيت برضو شاطره. جبت نص كيلو اللي هي معرفش بقى، هي مش لحمه، هي كفته كده بيعملوها كده، معرفش بيعملوها من خلطه ايه ولا ايه، هم بيعملوا خضار كده وبيطحنوه وبيعملوه ببعض وبيقول لك دي كفته، فهي حلوه بصراحه بشتريها وبجيبها. بجيب نص كيلو ب 25 جنيه، باجي واروح عامله عليها كيلو وربع بصل ولا كيلو بصل، تبقى ايه حته كفته انما عسل، بصل كلها بصل. بوفر بقى، ست بيت مصرية وشاطرة كده وبوفر كده، احنا المصريين بنحب نوفر مش الأجانب اللي بيتفرجوا علينا. المهم ده احنا المصريين كل شوية بيطلعوا ترنج ترنج ترنج، امال ايه؟ عشان احنا ناصحين وبنعرف نفكر، بقينا ترنجات. المهم معلش يا اختي والنبي انت وهي، عندي برد معلش اعذروني والله عندي برد، هعمل ايه؟ المهم يا اختي رحت جبت الكفته، جيت بقى هنا اهوت بشتكي للراجل جوزي، بقول له، بيقول لي تعالي هنا اهو جبت لنا ايه، تعالي تعالي يا ام الهنا. قلت له تعالي يا حبيبي عايز ايه؟ قال لي اهلا وسهلا بيكي والله شرفت ونورتي، اكيد بقى جايبه لنا في الكيسه دي فراخ. قلت له لا. قال لي امال جبت لنا ايه؟ قلت له حذر. يبقى جبت لنا سمك؟ قلت له برضه لا. قال لي امال ايه؟ جبت لنا لحمه؟ قلت له برضه لا. طب ما جبت لنا ايه؟ طب جبت لنا كبد وقوانص؟ قلت له برضه لا. امال جبت لنا ايه يا وليه ما تفهمين؟ قلت له تعالى يا اخويا اما اقول لك، انت كنت مديني كام؟ قال لي مديكي 100 جنيه. قلت له تعالى، ال 100 جنيه هتجيب لحمه ولا فراخ ولا الكلام ده؟ قال له امال هتجيب ايه؟ قلت له ماشي. قلت له دلوقتي انا جبت لك بطاطس وطماطم وجزر وخيار جبت شويه خضار ونص كيلو كفته ب 25 جنيه. قال لي كفته ايه دي؟ كفته كلاب ولا كفته ايه بالظبط دي؟ قلت له لا مش كفته كلاب، كفته كده انا ما اعرفش هم بيجيبوا خضار ولا بيجيبوا ايه وبيطحنوه وبيعملوه وايه وبيعملوه كده هوت يعني. قال لي اه. طب انت عارفه ان اختك جايه النهارده من السفر وجايه عندنا، هتاكلي اختك ايه؟ قلت له ما هو انا جبت نص كيلو كفته. قال لي طب النص كيلو كفته ده هيكفيك انت وعيالك يا وليه؟ وماسكني من هنا، ما رضيتش امد ايدي عليه وما رضيتش اتكلم، وماسكني من هنا اهو، وانا عمال اقول طب اسمعني طيب، طب اسمعني طيب، انا بتكلم دلوقتي باللسان بعد كده هتكلم باي حاجه، طب اسمعني طيب. راح قال لي قولي، وهو ماسكني من هنا برضه، وانا كل ده ساكته وبسمع. طب قولي. قلت له ماشي. دلوقتي انا جبت نص كيلو كفته. قال لي ماشي قولي يا اختي يا ام العريف، طب النص كيلو كفته هيكفيك انت وعيالك ولا هيكفي اختك وجوز اختك اللي جايين عندنا زياره؟ قلت له اسمع بس، انا جبت نص كيلو كفته. قال لي اه. قلت له جبت بطاطس وطماطم وخيار والكلام ده يعني؟ قال لي اه. قلت له سيبك بقى، احنا هنعمل شويه بطاطس على شويه بتنجان على شويه طماطم على شويه خيار ونص كيلو الكفته، هحط لك عليه كيلو بصل، هيرمي لنا قد كده، هيعمل لنا طبق كفته كبير قد كده، كلنا هناكل وهنشبع. قال لي ده انت ناوي تعمل لنا طبق بصل بقى مش طبق كفته؟ قلت له لا، ما هو كفته بالبصل، ما هو الكفته بيتحط عليها بصل، هحط عليها كيلو بصل على نص كيلو كفته، كده انا غلطانه؟ بوفر له. المهم يا جماعه راح قال لي ايه ماشي. جيت بقى حكيت له على البت الاجنبيه، قلت له ده قابلتني واحده يا اخويا اجنبيه هناك عند بتاع الفراخ، ها، وبتقول لي ده انت دونكي، بس هي مش عارفه تقول انت دومتي عشان هي اجنبيه يعني وكده ومش بتعرف تتكلم يعني، هو جاتهم نيله، الاجنبيين مش بيعرفوا يتكلموا مصري، مش بيعرفوا يتكلموا عربي. المهم راحت بتقول لي ايه انت إيه دونكي، عشان خاطر انا ببص لها من فوق لتحت زي ما هي بتبص لي يعني، فراحت بتقول لي دومتي دونكي دونكي. فرحت انا بقول لها انا دومتي والنبي ده انت اللي عسل، بصراحه شكرتها والله. الوليه بتقول لي انت حته جبنه دومتي، بس هي مش عارفه تكمل الكلمه اكملني يعني، هي اجنبيه مش عارفه تقول الكلمه صح يعني. فانا قلت لها والله دمتي انت بخير يا اختي، والله دمتي بخير يا حته عسل انت، يا سكره يا بيضه انت يا جميله. مع ان المفروض هي والله اللي اتقال لها يا حته دومتي يا جبنه دومتي، لان هي بيضه كده هو شبه حته الجبنه، بس لقيتها هي اللي بتقول لي دونكي دونكي، رحت انا صلحت لها الكلمه وقلت لها دومتي يا اختي اسمها جبنه دومتي. ايه رايك بقى عشان تعرف بس ان انا حته جبنه دومتي كده اهو عشان تعرف بس. المهم ايه، جيت حكيت له على اللي حصل، قال لي دونكي؟ قلت له اه. بتقول لي دونكي؟ قال لي تعرفي دونكي يعني ايه يا وليه؟ قلت له يعني ايه يا اخويا؟ يعني دومتي، ما انا عارفه احنا كلنا عارفين الجبنه الدومتي، بس هي عشان اجنبيه مش عارفه تقول يعني. قال لي دونكي ديت يعني كلب، يعني انت كلبه؟ قلت له دونكي يعني انا كلبه يا اجنبيه يا بنت الاجنبيه. ونزلت يا ولاد عشان ادور عليها في السوق تاني ما لقيتهاش، فين اللي بتاع اللي كان هنا اللي كنت بضرب بيه، ونزلت بالبتاع اللي هو بتاع
نزلت بالبتاع بتاع الانبوبه عشان ادور على الوليه واديها على دماغها واقول لها يا مين اللي كلبه، ها يا وليه يا اجنبيه يا بنت الاجنبيه يا اللي ما بتعرفيش تتكلمي كلمه مصري ولا عربيه، ها يا وليه. وما لقيتهاش ومحروق دمي يا ولاد. لو شفت بقى البنت الاجنبيه دي في السوق ولا في اي حته ابقوا عرفوني، اقفشوها بس انتوا امسكوها في مكانها وانا هنزل لها على طول بالبتاع ده محضره لها اهو. طبعا احنا المصريين لازم نقف جنب بعضينا. ايوه، لو حد شاف البت الاجنبيه اللي شتمتني دي وقالت لي يا كلبه ديت، بس قالتها لي يا دونكي، دونكي ها دونكي، وانا اللي كنت بحسبها بتقول لي انت حته جبنه دومتي، وانا عماله اقول لها ايه بنتي قلب خير. لو حد شاف البت دي قولوا لي ماشي، ابعتوا لي على طول وانا هتلاقوني نزلها جري. اقفشوها بس. استنى يا ابني، ايه ده والنبي يا حبيبي، معلش معلش معاش ولا كان ولا يستجرى اللي يشتم امك. بص الواد مش قاعد على ولا على حامي ولا على بارد، الواد مخنوق متضايق عايز ياخد لي حقي، متضايق. بصوا اصغر عيل عندي عشان تعرفوا بس المصريين بيعملوا ايه. المصريين بيعملوا كتير على فكره. احنا يا ماما بقالنا فتره كده اهوت نازلين ترنجات على الفيسبوك. زي ما قلت لكم يا اولاد، اللي يقفش البت دي يوقفها لي عنده ويمسكها لي لحد ما انزل لها. المهم ان انا في الاخر ما جبتش رجول، بس كده. اهم حاجه ان انا وفرت وما جبتش رجول. الكفته احسن من الرجول، ده كفته يا ماما، على الاقل اسمها كفته برضو، صح ولا انا غلطانه؟ يلا سلام بقى يا اخواتي، تصبحوا على خير. والنبي لا تحكموا كده هوت وتقولوا لي مين فينا اللي غلطان، انا ولا البت الاجنبيه. انا ماسكه طبق الرجول، الوليه تصورني ينفع؟ الوليه بتقول لي دونكي وانا بحسبها بتقول لي يا جبنه دومتي، وفي الاخر طلعت بتقول لي دونكي يعني يا كلب. انا كلب. لو شفتوها وقفوها وانا هاجيلكم جري. بقول لكم ايه بقى يا اخواتي، لايكات واشتراكات بقى وايه ومشاركات والكلام ده، عايزين نبقى ترنج كده على الفيسبوك. احنا بقى لنا فتره كده المصريين ترنجات كتير كده على الفيسبوك، وخلوني ايه انا عايزه ابقى ترنج كده ماشي. حبايبي تصبحوا على خير. يلا بقى ما تنسوش لايكات واشتراكات ومشاركات والكلام ده. تصبحوا على خير يا عسلات. لو زي ما قلت لكم لو شفت البت الاجنبيه دي اقفشوها لي وامسكوها لي. سلام.